يعني شبه عاصفة ثلجية تقام الآن في ملعب زاخو. وخليك من اللون، بس على الأقل يدفون أجسامهم، ترى بارد موت. لاعبين زاخو أعتقد متعودين على هاي الأجواء. الوضع 5-1 من ثم يغير أثناء سير المباراة ل 4-3-3. تشكيلة أتوقع هنا من ملعب ويمبلي الشهير، هنالك في لندن، هنا في قطر، اجتماع سابق نعم سادة الكرام، لكن الطلعة والاقتراب دعونا أو أخذونا في مباراة هذا عناصر الفريقين، لكن يا جماعة ما يخلونا. الكناري يبحث عن التغريد، الكناري يبحث عن رؤية الملعب بالنسبة لفريق الكرخ، لكن هنالك لزاخو، هنالك محمدو كرة وصلت، لا زالت عرضت إلى منطقة الخطر، والنقلة التي لعبت إلى الأمام والتي لم تكتمل بعدما لم تصل، وعن أجواء زاخو، وعن ما حقق زاخو، وعن أرقام زاخو. هذه كرة ومحاولة، لكن علي كاظم يتدخل، والكثير والعديد من اللاعبين الذين مثلوا المنتخب الوطني مروا على فريق من يفوز ما بين الفريقين الحاضرين، لكن الكرة من الناحية اليمنى وإلى خارج الأرض بهذه المباراة، يعني قلبتوها صفراء سويتوها حمراء، لكن من اليمين الآن زاخو يا زاخو، زاخو يا زاخو، زاخو يا زاخو، زاخو يا رابية، ألا أنهم يعرفون طريق المرمى بأجواء ضبابية. ديبوتي أونانا، ديبوتي فعلها من هناك، وأتى بأول أنجم المركز الأول على مستوى جمهور العالم. فافرحوا بمباراة هذا اليوم، نعم بضبابية الأجواء، ألا أن رؤيته لم تكن ضبابية، عرف الطريق إن دل السبيل. بموقعة هذا اليوم أبناء الخابور في وسط ملعب المباراة، نقلة إلى الأمام، عملية الاقتراب، محمدو تصلون بسلاسة، تصلون بسرعة، تصلون بخطورة. كرة من الجانب الأيمن، محاولة المرور، وهذا التنفيذ يا الله، يمتلك هدفين، أراد الثالث، ولو وصلت يا يونس، لو وصلت يا يونس لكانت الأجواء صاخبة نارية. كرة في وسط ملعب المباراة، الراية موجودة على ما يبدو، لكن راح محمدو، تقدم محمدو، يلعب محمدو، مرت على أمجد، وفي منطقة الجزاء لا زالت، والتسديد عن الأسلوب الجديد، وبالتالي ترفع الراية. يريد، جاءت تمريرة الآن هنا لعناصر فريق زاخو إلى الناحية اليسرى، ماذا تفعل يا وسام؟ هذه كرة الثاني، لا زالت في أرضية الملعب، يأتي من خلفها مدرب ذكي، يأتي من خلفها من يقرأ السيناريوهات عن فريق جيد. نعم سادة الكرام، كرة إلى داخل المنطقة، وبعد ذلك إلى حارس المرمى الكرخ على حسب نتائج الكرمة وفريق الزوراء، وحتى من هنالك الطلبة، نقلة واقتراب، محاولة لكن يأتي التدخل من قبل محاول. هنالك إصابات بالغة، هل التسلل كان موجودا؟ الزوايا المائلة لا تستطيع من خلالها أن تجزم. لا مو مثل، لا مو مثل أربيل. الجو مغيم، ودرجة الحرارة أقل من زاخو. اي نعم درجة، مع وسام رزق، وسام بتجربة ثانية في العراق. كرة من الجانب الأيمن إلى منطقة الخطر للتعادل، لا خمس السابقة. وهنالك لاعبين يقدمون المستويات في بطولة الدوري، يقولون من خلالها انظر عدد اللاعبين، لكن انظر إلى بيتر، انظر إلى فريقي. هنا كرة، ولكن علي كاظم لا لاعب في أرضية الملعب. نعم من أولئك الذين يقدمون المستويات الرائعة التي تجعل من هو فريق الكرخ في بطولة الدوري 11 هدف، ما يساوي عدد أهداف التي سجلها. محمدو يتحصل على بطاقة صفراء، وهل سترتقي إلى الحمراء؟ كلاما مختلفا. خلونا نشوف على اليمين، هذا هو ناصر، كان حاضرا بطاقة صفراء ثانية، هي لم تكن اليسرى بالكعب والطلعة والاقتراب. هذه كرة ومحاولة عرضية للثاني، الثاني ممكن، الثاني
ولكن إلى أبطال آسيا على مستوى بطولة دوري أبطال آسيا بالمسمى السابق والمسمى الحديث النخبة. وهنا يأتي التدخل بكرة، نقلة إلى وسط الميدان من الناحية اليمنى لعناصر فريق الكرخ بعملية التقدم، ويأتي هذا التدخل. حسين زياد بمحاولة المرور، حسين زياد بكرته عرضية التعادل. وصل من هنالك فريق زاخو إلى هدفه العاشر في بطولة الدوري. عندما نتحدث عن الأهداف هنالك فرص وسط، ماذا هناك؟ بطاقة حمراء ثانية، بطاقة حمراء جديدة. التدخل باللقطة الماضية كان هنالك تدخل على مستوى الوجه. ممكن، أنا أقول ممكن ما أكد، يبدو ولا نتكلم عن 33 دقيقة الآن تقريبا مع وقت مضاف. لا تنسون تسديدة، وهنالك علي كاظم يتدخل بالتعادل. لا زالت مرة أخرى أو وصلت إلى الجانب الأيمن مرة أخرى عرضية التعادل. يا عيني. زاخو سيلعب هذه الكرة، يعني درس من قبل عناصر فريق زاخو، نقله إلى المنطقة والتعادل قريب. التعادل قريب. قلت لكم هذه كرة جول، لكن مرت وإلى خارج شغله. يقول خلي يضيعون وقت، لأن حكم اللقاء عنده كل شيء محسوب. نعم هو محسوب ويضيف وقت، لكن لا يعني يجب أن تركز على موضوع أنه الفريق المندب باب القراءات. كرة من الناحية اليمنى تنقل إلى المنطقة، وبعد ذلك لا زالت قائمة الآن، ممكن الآن للتعادل. متى سيغرد الكناري الذين يحاولون بكرة إلى الأمام؟ هذه فرصة التسجيل، هذه فرصة التعادل، هذه فرصة العودة والتسديدة، لكنها استقرت. تصل إلى حارس المرمى. تمضي طلعت الأصفر. الآن كرة الكناري، الآن كرة التعادل، كرة العودة. قدم الرسائل بكفيه. هذه كرة ومرة أخرى بالبوكس علي. المتابعة الآن وتذهب ولكن لم تكتمل. لا زالت، عادت، رجعت، وصلت، دخلت، سجلت، عادوا ورجعوا. ليأتي يونس حمود بأول أهداف المباراة ويصل إلى هدفه الرابع في بعد ذلك التمريرة. هنا الإنهاء من لمسة واحدة وصلت إلى الشباك، من لمسة واحدة غرد الكناري. من هنالك سلسلة الشباك النظيفة لفريق زاخو. الثاني وصل، لكن ماذا الثاني؟ هذه النقلة التسلل كان موجود على ما يبدو. لا، حيدر أظن إلى مكان أفضل، نقلة إلى داخل المنطقة، ولكن هنا يأتي التصدي والتدخل والإبعاد. الآن عملية التقدم، خطف الكرة راح، لكن الكرة لم تكن بالشكل. من أجل التغريد، من أجل الوصول، من أجل التسجيل، الكناريا. نقلة وتدخل آخر، المتابعة الآن، لكن مستواه الكبير. نعم يقدم المستوى الرائع حقيقة علي كاظم. تصدى للكرة الماضية، وكرة وصلت إلى التسديدات لزاخو أو عفوا للكرخ أكثر. 11 أمام 4. نقلة إلى داخل المنطقة، وهنا يأتي التدخل من قبل حارس المرمى. كرة من الناحية اليمنى عرضية، ويأتي التدخل. الآن المتابعة، الكرة الثانية والتسديدة، وبعد ذلك هذه الكرة الثانية بعد الإبعاد. لا يدفع واحد إلى الأمام من أجل الضغط، وتكون المساحة أكبر هنالك بالخطوط الخلفية. من متابع إلى آخر، ولكل منكم تفسيره. الآن نقلة واقتراب، عرضية، الثاني، لكنها إلى الجنب. الفوز للكرخ ما معناه أنه يستاهل كرخ، وهي مباراة بعالم كرة القدم لا يوجد مستحيل، لكنه بعيد. هذه نقلة إلى الأمام، قد يأتون بالبعيد، قد يقربون البعيد، لكن إذا حدث في هذه المباراة نتكلم عن
شيء مذهل بعالم